السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم رجعت لكم بهذه الحلوى التقليديه اللي هي صابلي المعجون. هذا الصابلي اللي ما كانش يعني مناسبه او مائده جزائريه وما يكونش حاضر فيها هذا الصابلي. هذه الوصفه كما تشوفوا اللي حنشاركها معكم، يعني معتمدتها يعني وتجي بزاف بنينه يجي بزاف هشيش كما تشوفوا ويذوب في الفم. تابعوا معايا الفيديو للاخير ونتمنى ينال اعجابكم الفيديو تاع اليوم. وهنا حنبداو مع بعضنا في تحضير الوصفه تاع الصابلي. راح نحتاج كما تشوفوا 250 غرام تاع زبده تكون طريه. انا هنا استعملت زبده لابيل. راح نضيف سكر ارطب، كأس صغير ربع تاع سكر. نضيف ايضا بيضه كامله. عندي لافاني، انا هنا لافاني درت نصف ملعقه كبيره تاع لافاني. وهنا عندي مبشور ليمون اذا كان متوفر عندكم. نبدا نخلط المكونات تاعي مليح. هنا حنستعمل يدي. خلط المكونات تاعي كامل حتى يتجانسوا، وعلى حتى نتحصل على خليط يعني كريمي. وهنا راح نضيف كأس تاع المايزينا كما تشوفوا. هنا عندي كأس تاع المايزينا او حوالي 100 غرام تاع المايزينا. فوالا اخلط المكونات تاعي هنا، خلطه غير يعني بصباعينا. ونبداو نضيفه في الفرينه. هنا عندي كأس الاول، عندي ايضا نصف باكيت تاع خميره كيميائيه. نبدا نلم في العجينه تاعنا غير يعني بصباعينا. حاولوا ما نعجنوش الصابلي. ولا هنا حنضيف الكأس الثاني، الكأس الثاني تاع الفرينه، ونلمو غير بصباعينا. وهنا نضيفوا الكأس الثالث. فوالا كيما تشوفوا هنا بعد ما لميت العجينه هنا دات معايا 4 كيسان تاع فرينه ونصف، يعني 4 كيسان ونص تاع فرينه. ونخليو العجينه تاعنا تكون طريه، لازم العجينه تاع الصابلي تبقى طريه. حاولوا يعني ما تيبسوهاش، خليوها ترتاح. فوالا هنا كيما تشوفوا بعد ما ارتاحت العجينه نجيبوا ورق الطهي. انا هذه الطريقه يعني اللي نديرها. نرش شويه تفارينه هنا على خاطر العجينه تاعي خليتها شويه طريه. ونبدا نحل فيها. نحلوها ويعني ما نرقوش يعني العجينه بزاف وما نخليوهاش كيف خشينه. فوالا كيما تشوفوا هنا بعد ما حليت العجينه جبت الطابع اللي حنستعمل يعني الشكل دائري. هنا العجينه راهي طريه بزاف عليها استعملت الفرينه. والصابلي باه يجيكم هشيش ويذوب في الفم ديما خليو العجينه تكون طريه، على خاطر اذا يبستوا العجينه راح يتبدل لكم امام الشكل تاع الحبه الصابلي. وكي طيبوه يعني بعد ما طيبوه يعني يبدا يتحمر من تحت تخرجوه، هذاك الصابلي حيكمل الطياب تاعو في البلا وهو سخون. واللي تحب الصابلي تاعها يكون شوي فيه هذيك القرمشه تخليه شويه يتحمر، يعني كي تشوفوا بدا يتحمر من الفوق تخرجوا.
هنا كيما تشوفوا الصابلي تاعي بعد ما طيبته كامل خليته يعني جست ما تحمر من تحت ونحيته، خليته يجي بيض من الفوق هكا راح يجيكم يذوب في الفم ويجيكم هشيش. وكما تشوفوا يعني الحجم تاع الكعبه يعني والشكل يعني نفس الحجم ونفس الشكل. وهنا حنلصق حبات تاعي تاع الصابلي بهذا المعجون تاع المشماش، زدت له يعني شويه ماء الزهر. وهنا كما تشوفوا بعد ما كملت الصابلي تاعي لصقته كامل وعمرته. هاد الكميه اللي خرجت لي 40 حبه تاع صابلي بعد ما لصقته. دوكا حنجيب شوكولا ذوبت يعني كميه نتاع الشوكولا وزدت لها شويه تاع زيت وراح ندير هاد الخطوط بهذه الطريقه. وهنا كيما تشوفوا هذا هو الصابلي تاعنا تاع نهار اليوم، صابلي زمان او صابلي المعجون. هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم ونتمنى تجربوه. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم تخليوا لي رايكم في التعليقات.